اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بشكر كل حبايبي اللي نوروني جداد في القناه. ربنا يديمهم نعمه في حياتي يا رب، وربنا يسعدهم. يلا بينا بقى نشوف الكابوريا بتاعتنا الجميله دي اتعملت ازاي، والشوربه الخطيره دي ما شاء الله مش هتندموا لما تجربوها بالطريقه بتاعتي دي، جميله جدا والله. يلا ندخل على الفيديو. معانا يا حبايبي الكابوريا بتاعتي اهي. بصوا انا بشيل الحته دي، القشره دي اللي بره عشان بتعمل زفاره. انت عايزه تشيليها شيليها، مش عايزه خلاص براحتك. انا في شايله برضو في سايباه. جميله جدا. بصوا دي كابوريا نتش، تعرفيها ازاي؟ من الخطوط اللي بالعرض الرمادي دي، جميله جدا. معايا 3 قرون فلفل، طماطميتين كبار، بصلتين كبار، معلقتين زبده، البهارات بتاعتنا كمون وفلفل اسود وكزبره وقرفه وملح وورق لورا، كل حاجه نص معلقه صغيره. نحط السمنة بتاعتنا، الزبدة بتاعتنا اهي. نحمر الكابوريا، هنشوحها كده شوية في الزبدة. ما شاء الله جميلة جدا. اقعدي شوحي فيها في الزبدة كده بتاع 5 دقايق كده ولا حاجة. نحط عليها ايه المكونات بتاعتك عشان ريحتها تطلع كده وتبقى حلوة. في الوقت ده بكون بسخن مية عشان اغليها وانا بشوح الحاجات دي معاها. حطيت الفلفل والطماطم والبصل والبهارات وكل حاجة اهي. هنشوحها كويس قوي. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وريحتها جميلة. يعني وانا بشوحها كده كله عمال يقول لي ايه الريحة دي؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ جامدة والله ما شاء الله. اللهم بارك، جربي بالطريقة دي مش هتندمي. شوحها كويس كده. انا خلصتها اهو تشويح. جهزت المية بتاعتي، مية مغلية، انزلها بقى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. وغطيها بقى تغلي كده حوالي نص ساعة، تاخد السوا بتاعها كويس، ولما تخلص اوريها لكم. خلصت اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. الله طعمها خطير ما شاء الله وريحتها جامدة. ادي الكابوريا بتاعتنا اهي، خلصناها والشوربة جميلة اهي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات.